بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله معانا كرتونة من الجلاش الحلواني، ومعانا نص كوباية من السكر الناعم، ومكسرات أيا كانت المكسرات. عندكي فول سوداني اطحني، أو عندك أي نوع من المكسرات، أو سمسم محمص. وهنحط حبة من دول وحبة من دول. بجيب اللفة بتاعت الجلاش وافتحها واقطع ورقة الجلاش بالنص بالظبط زي ما شفنا، وبعد كده بفتح ورقة من الأوراق دي، وبعد كده احط ملعقة صغيرة من مطحون الفول السوداني او اي نوع مكسرات او سمسم او خليط مع بعض، وملعقة من السكر البودرة. ممكن تحطي ملعقتين سكر بودرة عشان دي ملعقة صغيرة، او تحطي ملعقة كبيرة على حسب ما انت عايزة كمية السكر. بعد كده بحط السكر والفول السوداني او المكسرات، واتني الورقة حتة صغيرة زي ما احنا شايفين كده اهو. وبعد كده من الجنبين بتني الجنب ده حتة صغيرة والناحية التانية حتة صغيرة كويس. وبعد كده بلف بقية الورقة زي ما انتوا شايفين. الجزء اللي باقي منيها بتنيها كده اهو واركنها، بقيت عاملة زي المظروف كده واركنها على جنب، لان في خطوة تانية هنعملها. معايا نص ورقة الجلاش، وبعد كده بحط عليها ملعقة سكر وملعقة مكسرات، وبلفها لفة واحدة، وبعد كده بتنيها من الجنبين زي ما احنا شايفين كده اهو، واطويها تاني. والطوية التالتة اللي هي الأخيرة بظبطها واسيبها على جنب بالمنظر ده. معايا هنا بعد ما خلصت الكمية ملعقة أو نص ملعقة دقيق مع نقطتين من المية أو ملعقة مية، بدوبهم مع بعض خالص عشان خاطر أحكم الورقة أو المظروف اللي أنا عملته ده، إن لو دخل في الزيت وهو بالمنظر ده من غير ما أثبته ممكن يتفرتك مني. فأنا بجيب المظروف أو الورقة اللي أنا لفيتها دي كده اهو، وحتة صغيرة بفرشة أو بصباعك ببلها كده بالعجينة دي، واروح دايسة عليها بالراحة بالمنظر ده. لما تحطيها في الزيت تقليها مش هتطلع وتتبهدل منيكي، لكن لو حطيتيها هتبص تلاقيها اتبهدلت من كل الجوانب واتفرتكت وبقت منظرها مش كويس خالص. فانا هنا بعمل كل الكمية اللي انا عملتها بثبتها كويس، ونص ملعقة دقيق يعني مش ملعقة كبيرة، لان اتبقى منها كتير. الملعقة اللي انا عملتها دي اتبقت منها كتير خالص. بجيب هنا طاسة نظيفة واحط فيها كمية من الزيت كويسة، وبعد كده اسيب الزيت يغلي، ومجرد ما يغلي الزيت بسقط فيه الجلاش. مش بياخد يعني بوطي عليه البوتاجاز شوية عشان يطلع كده لونه لونه حلو كده، لونه دهب جميل. مش بياخد وقت، اول ما بيبتدي كده يصفر او يبقى باللون الذهبي ده بقلبه على الناحية التانية. طبعا شكله رائع وخفيف، ان انا مش بعمل ورقتين، خلي بالك بعمل ورقة واحدة عشان كده خفيفة. بصفيها من الزيت كويس خالص. لو عندك منديل حطي على المنديل عشان يمتص الزيت اللي فيها، او ورقة زبدة او اي حاجة. وبطلع دول احط غيرهم لحد ما اخلص الكمية اللي معانا. ما شاء الله لفة الجلاش طلعت لي كمية محترمة. يعني لو عندك ضيف جايلك كده على غفلة ممكن تعمليها في منتهى السرعة، ما خدتش معايا نص ساعة بالظبط. وبالهنا والشفا. لو قاعدة معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تنسينيش في اللايك لو عجبك الفيديو، والاشتراك في القناة. شكرا.